السلام عليكم الخوت، ترشد الفيديو باش نهضروا على اخر الاخبار المستجدات الرجاء الرياضي. الخوت قبل ما نبداو ما تنساوش ديك لايك وفعلوا داك الجرس باش يوصلكم اي جديد، وما تنساوش سبسكرايب وخلينا رايكم في الكومونتير. دابا الخوت نبداو معكم اول خبر، وهو بوص اللاعب ولد الشيخ بلال كان بأكاديمية الرجاء الرياضي بالأمس، لكنه لم يوقع بعد. المفاوضات لازالت مستمرة معه حول الشق المتعلق بالمردودية في الموسم الثاني. هذا الخوت اللاعب كيلعب في هولندا، جا البارح الأكاديمية الرجاء الرياضي باش يتفاوض مع الفريق. نعطيكم الخوت نبذة تعريفية على اللاعب. دابا الخوت لاعب ولد الشيخ بلال يشغل مركز جناح. سبق له اللعب لمنتخب هولندا لأقل من 17 و 19 سنة، قبل أن يحمل قميص المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة في السنوات الماضية. لعب في الموسم الماضي في الدوري الهولندي قسم الثاني بفريق فولندا. المفاوضات بينه وبين الرجاء قطعت أشواطا متقدمة، علما أنه توصل بعرضين من الزمالك المصري والترجي التونسي. طبعا الخوت رأيكم في هذا اللاعب. أما بخصوص اللاعب أيوب مولوع بدوره لم يوقع رسميا كما تم ترويج ذلك. اتفاق شفهي مع مسؤولي الفتح قبل يومين، لكن العقود لم توقع بعد. الخوت مولوع راه باقي ما وقعش. طبعا الخوت رأيكم نتوما في التعليقات. والخوت راه باقي ما تحسمش الصفقة ديال مولوع. بخصوص مستقبل عبد الكريم باعدي، حسب مصدر وصلني خاص، يتجه النادي الرجاء الرياضي نحو إنهاء ارتباطه باللاعب عبد الكريم باعدي، وذلك لأسباب تقنية تتعلق باختيارات المدرب لسعد الشابي. المدرب لم يبدي اقتناعا كافيا بمردود اللاعب، زائد كما أن أسلوب اللاعب باعدي لا يتماشى مع الخطة الفنية التي ينوي المدرب اعتمادها خلال الموسم المقبل. والمكتب مسير بصدد دراسة سبل مناسبة لفسخ العقد أو تسريح اللاعب خلال الميركاتو الصيفي الحالي بطريقة تحفظ مصالح الطرفين. خوت باعدي ما يبقاش معنا شبه رسمي. طبعا خوت نتوما رأيكم واش بقى باعدي ولا يمشي؟ بالنسبة للخوت هنالك مباراة الرجاء الرياضي وحسنية أكادير غدا على الساعة 6 مساء بملعب أدرار. الخوت هادو الاخبار اللي كاينين حاليا. الخوت الا كان شي جديد نخلوه لكم فيديو، ما تنساوش الخوت ديك لايك وسبسكرايب وفعلوا داك الجرس باش يوصلكم اي جديد، وتهلاو الا كان شي جديد نخلوه لكم فيديو جديد.